هم. شوف، غياب المهاجم عبد الرزاق حمد الله عن الاتحاد هو من سوف يساهم في استقرار الفريق بكل أمانة. هذا المهاجم مشكلته مزعج، مش مزعج يعني كمهاجم مقلق يسجل أو كذا، لا. مزعج من أي ناحية؟ مزعج في التمثيل. عبد الرزاق حمد الله ممثل من الدرجة الأولى. يعني شاهد الآن، يعني حتى المخرجين في المباريات دائما اللقطات على حمد الله، نشوف دائما يعني حركاته لما مدافع يحتك فيه يطيح، يسوي حركات دراما، يعني كثيرة دراما. عبد الرزاق حمد الله كثيرة دراما. أنت عندك مشكلة مع حمد الله؟ لا والله، لا والله، لا والله. أعطيك دليل عندك مشكلة مع حمد الله. نعم. إنه أنا أتحدث عن الاتحاد ومسيرة الاتحاد الجميلة من غياب، وأنت في كل حلقة لا، من غياب هدافه الكبير. إيه؟ أنا الانتصارات برغم من غياب هدافه الكبير عبد الرزاق حمد الله. أنا أمس ذكرتها هنا، قلت غابت الأنانية فظهر العميد. عبد الرزاق حمد الله ما حد يختلف عليه، حتى أيام النصر كان أناني، كان لاعب داخل منطقة نفسه فقط. الآن نشاهده مع الاتحاد أيضا هذا الموال يعود. قلت لك لاعب دراما. أخي ظهر بالسوبر، حدث العاقل بما يعقل يا بندر. طيب خل أكمل جزئيتي يا عبد الله. أنت ليش تقاطعني يا عبد الله؟ أنا أقاطعك لأنه في بعض الكلام غير منطقي. ليش يا عبد الله؟ أنت الوحيد اللي أنا هنا في الاستوديو دائما تقاطع بندر دبيخي، دائما توقف بندر دبيخي. ما أوقفه، لا، لأنه الشباب يتكلمون. المحور عندي. اي ما عندك، ما تبيني اناقشك؟ خليني استرسل. ما تبيني اناقشك؟ لا يا عبد الله، لا، خليني بس استرسل في حديثي لكي افند الكلام. خليني استرسل بس. استرسل. انت تقول من غياب المحور، يقول من غياب هدافه الكبير عبد الرزاق حمد الله. انا قلت لك غاب المهاجم، ظهر الاتحاد، ظهر روما، ظهر اللاعبين، ظهر هارون كمارة جاب هدف. نعم، احسنت ابو عبد العزيز. ظهرت يعني، وهي دائما تظهر روح الاتحاد، دائما تظهر. أنا أقول لك غياب حمد الله، أنا أشوف في كلام ثاني، إن الاتحاد ينافس على بطولة الدوري.